السلام عليكم أحبابي الكرام. اليوم حديثي عن الحملة السعودية التي تشنها الحكومة السعودية ضد المغترب اليمني، والتي كان آخرها قرارات بقبض المخالفين وترحيلهم، وكذلك عدم التجديد الإقامات، وكم من القرارات السابقة الظالمة ضد المغترب اليمني. واليوم هنالك حملة تحريض ممنهجة تدعو لطرد العمالة اليمنية من السعودية، وهذا كله ضمن مخطط تضييق الخناق على المغترب اليمني الذي كان سببا فيما وصلت إليه المملكة من تطور عمراني ونهضوي على كافة المستويات. والحقيقة أنا أتعجب من إقدام الحكومة السعودية على تنفيذ مثل هذه القرارات، والتي حتما ستكون لها انعكاسات سلبية على المملكة من جميع النواحي. أولا يكفي ما وصل إليه حال المغترب اليمني من تعسف وذل وإهانة وقرارات مجحفة بين فترة وأخرى؟ ألم تعلم الحكومة السعودية بأن راتب هذا المغترب يذهب جله لجيب الكفيل الظالم، وما تبقى يذهب للحكومة السعودية كرسومات وغرامات وإلى آخره؟ لماذا كل هذا الخذلان والإجحاف بحق هذا المغترب اليمني؟ لماذا يا محمد بن سلمان قد سلطتم سيفكم على هذا المغترب المسكين الذي لطالما امتهنت كرامته وسلبت حقوقه على أراضيكم، والذي أيضا ضاعت حقوقه بين حكومة في حالة حرب معكم، وحكومة منبطحة خاضعة خانعة قابعة في فنادق الرياض لم تسعى ولم تهتم يوما لتحسين أوضاع هذا المغترب المسكين؟ في الأخير أتمنى من جميع اليمنيين الشرفاء والأحرار الوقوف جميعا ضد هذه القرارات العنصرية والظالمة. وكما تعلمون جميعا فإن هناك أكثر من 3 مليون مغترب يعولون أسرا كثيرة في اليمن، ولكم أن تتخيلوا حجم الكارثة إذا ما تم بالفعل المصادقة على مثل هذه القرارات الظالمة وتم ترحيل المغتربين إلى أرض الوطن. والسلام ختام.